السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي من مطبخ سبرينا. أقدم لكم اليوم طريقة عمل شوربة القرع العسلي، طريقة مميزة ولذيذة، وجربوها إن شاء الله تنال إعجابكم. طريقة سهلة ومفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. طبعا قشرنا القرع وقطعناه ونحطه في القدر، يعني طريقة مرة سهلة، تكونوا محضرينها قبل الوقت وعلى طول تسووها، ما تاخذ معكم تقريبا تحضيرها ربع ساعة أو أقل كمان. حطينا القرع، قشرنا البصل وقطعناه، بعدين نحط عليه موية عادية حرارة الغرفة، ما هي مغلية ولا حاجة. شايفين؟ حطينا قليل من الفلفل الأسود ونحط قليل من الملح. هنحط كمان اللي هو مرق اللحم، شايفينه؟ طبعا هذا أول من عندي في الثلاجة، من أول طلعته يعني جاهز مصفى. ونتركها على النار، لما تغلي بنرجع لكم ثاني. ما ياخذ تقريبا 10 دقائق. الحين يستوي بسرعة القرع. طبعا شوفوا حبايبي، حطينا له شوية بابريكا، طفينا عليه طبعا بابريكا حلوة، وهذا اختياري لكم. طيب بعدين حطينا له ملعقة كرفس. الكرفس يعطي طعمة لذيذة جدا للشوربة. لا قوامها ما شاء الله كده أصبحت جاهزة. حابين تحطوا لها بقدونس على كيفكم، هذا اختياري. وصحة وعافية علي وعليكم. هو 100 جرام حليب، حتى تقدروا تحطوا بودرة، تقدروا تحطوا كريمة طبخ، بس أنا أخفل لي الحليب حطيتها. عرفتوا؟ تحركوه. شوفوا ما شاء الله حبايبي كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين ايش هي الإضافات حنحطها كمان؟ شوفوا. وهذه انتهينا من شوربة القرع العسلي. إن شاء الله تنال إعجابكم. طريقتها سهلة ولذيذة، جربوها حبايبي.